السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في غزوة بدر كان المسلمون قلة، عددهم لا يتجاوز 313 رجلا مقابل جيش قريش الذي كان يفوقهم عددا وعدة. رغم ذلك كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم على يقين بنصر الله عز وجل، ورفع يديه يدعو الله: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبدوا في الأرض. حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بالله وثقته بوعده كان ثابتين، وفي تلك اللحظة الحرجة أنزل الله الملائكة ليقاتلوا مع المسلمين، كما ورد في القرآن الكريم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وبالفعل نصر الله المسلمين نصرا عظيما في تلك الغزوة رغم الفارق الكبير في العدد والعتاد، وكانت معركة بدر نقطة تحول كبيرة في مسيرة الإسلام. تظهر هذه القصة أن حسن الظن بالله والثقة بوعده يمكن أن يحققان النصر حتى في أصعب الظروف وأحلكها. عندما يكون الإنسان على يقين بأن الله معه فإنه لا يشعر بالخوف أو اليأس، بل يمتلك القوة والإرادة لمواجهة التحديات. هذه القصة تذكرنا بأن الإيمان والثقة بالله هما أساس النجاح والتفوق في الحياة، أن الله لا يخيب أمل من يثق به ويتوكل عليه بصدق. ومن أجمل ما قيل عن حسن الظن بالله: وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله فاعله، أمد يدي في غير يأس لعله يجود على عاص كمثلي يواصله، وأقرع أبواب السماوات راجيا عطاء كريم قط ما خاب سائله، ومن لي سوى الرحمن ربا وسيدا، ومن غيره أبديه ما الغير جاهله. إذا سدت الأبواب ألقيت حاجتي إلى قاضي الحاجات غر نوائله، وإن جارت الأحوال آوت مطيتي إلى ركنه فاستبدرتها شمائله. ويا ساهرا والليل أضناك طوله، وأضناك ما أضناك في القلب شاغله، إلى من يحوم الطرف يمنا ويسرة وربك فوق الكل ما خاب سائله. كن مع الله ترى الله معك. في أمان الله.